أنا القلق، أنا اللي ساكن في دماغك، في قلبك، في كل حتة. أنا اللي بخليك تصحى من نومك فجأة تحس إنك نسيت حاجة، عملت غلطة، أو في مصيبة جاية. أنا اللي بخليك تعيد نفس الجملة 4 مرات قبل ما تبعتها، وتراجع الباب 3 مرات قبل ما تنزل. أنا اللي بخلي قلبك يدق بسرعة، وبطنك توجعك، وإيدك تعرق من غير سبب باين، بس جوه عقلك في مليون سبب. أنا مش دراما، أنا مش تمثيل، أنا واقع. فاكر يوم ما رحت تقدم في الشغل، دخلت وابتسمت، بس جواك كنت بتنهار. كل ثانية كنت بتقول أكيد باين عليا، أكيد شكلي غريب، أكيد هيقولوا إني فاشل. وهمة كانوا بيهزوا راسهم عادي، بس دماغك كانت عاملة حفلة رعب. أنا اللي بخليك تفكر مليون مرة قبل ما ترد على مكالمة، تتعب قبل ما تنام وتصحى تعبان أكتر، تضحك في وش الناس وتنهار لوحدك. أنا القلق مش شخص، مش ضعف، أنا اضطراب حقيقي. كنت فاكر إني لو اتكلمت الناس هتفهم، بس لأ، قالوا لي متفكرش كتير، أنت حساس قوي. أنا مش ببالغ ومش بدور على شفقة، أنا عايز الناس تفهم، بس قبل ما يفهموني كنت محتاج أنا أفهم نفسي. أنا حاولت، والله حاولت أكون طبيعي، أخرج، أضحك، أشتغل، بس الحقيقة أنا كنت بلبس وش الهادي، وش الاجتماعي، وش الضاحك، بس جوايا في إعصار. عارف يعني إيه تتعب من التفكير؟ مش تفكير في مشاكل كبيرة، لأ، تفكير في كل تفصيلة صغيرة، نظرة حد، كلمة حد، لهجة حد. تخرج من موقف بسيط وتقعد تعيده جواك 10 مرات، تتخيل إنك جرحت حد، أو إنك اتفهمت غلط، وتحاسب نفسك وتجلد نفسك، وتفضل تقول يا رب ما يكونش زعل مني. أنا لما حد يختفي فجأة من حياتي مش بقول انشغل، بقول أكيد أنا السبب، أكيد زعلته، أكيد أنا تقيل عليه ولا حاجة. أنا مش مجنون، أنا بس خايف طول الوقت، وخوفي مش واضح زي الصراخ. خوفي لابس بدلة وماسك موبايل وبيضحك وسط الناس. أنا القلق ساكن في ناس كتير حوالينا بس مستخبي وبيموتهم بالبطيء. أنا مش عايز علاج سحري، أنا عايز بس يتقالي أنا فاهمك وأنا جنبك وأنت مش لوحدك. في يوم قررت أدور على حد يفهمني بجد، حد ما يسألنيش أنت بتفكر كده ليه، لكن يسألني حاسس بإيه دلوقتي، ويسمعني من غير حكم. لقيت لايف كوتش ما كانش بيقول لي عيب ولا أنت بتبالغ، كان بيسأل ويفهم ويخليني أنا أفهمني. من هنا بدأت الرحلة. أنا كنت فاكر إني لوحدي، بس لما اتكلمت عرفت إني مش الوحيد. ناس كتير زيي ساكتين، لابسين قناع القوة، وجواهم قلق بياكل فيهم كل يوم. أنا بدأت أفهم إن دماغي مش عدوي، هي بس محتاجة حد يهديها، حد يقول لها أنت في أمان. بدأت أكتب مشاعري، أراقب أفكاري من بعيد، أقول لنفسي أنا لان دلوقتي، بس ده مش معناه إني ضعيف. فاكر أول مرة قلت بصوت عالي أنا عندي قلق، كنت مرعوب، بس في نفس اللحظة كنت حر. كنت أخيرا شايف نفسي زي ما أنا، مش زي ما لازم أكون. والمفاجأة في ناس سمعوني، وفي حد قرر يساعدني. وهو ده الفرق بين إني أعيش طول عمري مستخبي وبين إني أواجه حتى لو قلبي بيرتعش. أنا لسه بقلق، مش هكدب، بس بقيت أعرف أتعامل، بقيت أعرف أقول لنفسي أنا مش لوحدي. أنا القلق بس مش أنا اللي بيحدد مين أنا بني آدم، وعندي فرصة أعيش حياة أهدى بمساعدة حد فهمني، مش بيحكم عليا. أول مرة سمعت حد بيحكي بالشكل ده ما كانش بالنسبة لي مجرد كلام بيتحكي أو مجرد شكوى، لكن كنت سامع حقيقي صوت وجع، روح حقيقي حيرانة وبتحاول تفهم هي ليه كده وإيه السبب. القلق مش ضعف أو دلع ولا تهويل زي ما ناس كتير فاكرة. القلق اضطراب حقيقي بيأثر على المشاعر والعلاقات وحتى على الأحلام، بيأثر على الحالة العامة للذهن والجسم. ناس كتير بتضطر تتحمل تعيش ده كله لوحدها، وبحكم شغلي قابلت كتير من اللي بيعانوا من القلق، وأول خطوة كانت بتفرق معاهم حقيقي هي إني أسمعهم أكتر من إني أقول لهم يعملوا إيه. أسمعهم من غير ما أحكم عليهم، أسمعهم بمنتهى التقبل. كل فكرة سلبية بتمر على مريض القلق بيعيشها كأنها حقيقة، كل كلمة بتقلقه وكل قرار بيستهلكه. مريض القلق حقيقي بيعاني. لو بتحس بأي عرض من ده أنت محتاج متخصص يسمعك، مش هينفع تتعافى لوحدك، محتاج تتعلم تفرق بين صوتك الحقيقي وصوت القلق جواك. طيب الجلسات هتفيدنا في إيه؟ الجلسات هتخلينا نفهم إزاي الشعور بالقلق جوانا بيتكون. مع كل موقف
وإزاي نسيطر عليه، وإزاي نتعامل مع أنماط التفكير اللي بتغذي الشعور ده جوانا، إزاي نبدأ مع نفسنا بأفكار أهدى وبواقعية أكتر. مش لازم تستنى إنك تنهار علشان تطلب المساعدة، كفاية تحس إنك محتاج تتسمع. معاكم لايف كوتش أميرة عبد الرازق، مهتمة جدا أسمعك وأساعدك تشوف النور اللي جواك حتى لو دلوقتي مش قادر تشوفه.